السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. اليوم راح اسوي لكم مدقوقة بتمر الزاهدي كلش طيبة، موادها ان شاء الله صحية وموجودة بكل بيت. عندنا هنا تمر زاهدي راح نستخدمه ونسوي به اطيب حلا، اطيب من كل الحلويات ومفيد وصحي كلش صحي. هسه بنات اذا حابين تجربون طريقتي بالمدقوقة تابعوا طريقة العمل الى النهاية حتى تتعرفون على خطواتها. عندي هذا تمر زاهدي انا فلسته بهذا الشكل مثل ما تشوفون، ما خليت بيه اي شيء شوائب، وراح ابلش اسوي المدقوقة. هاي المدقوقة على اصولها، المدقوقة تصير بهذا التمر الزاهدي. راح احمص السمسم واضيفه عليه وراح احط وياه راشي. هاي المكينة راح اثرم بيها التمر. راح احمص السمسم اخلي شوي تطلع الريحة مالته والدهن مالته على مود من اثرمه ويا التمر تطلع الريحة مالت المدقوقة كلش طيبة، تفيح الريحة مالتها طيبة، يعني من تاكلينها تقولين صحيح ماكلة مدقوقة وياها سمسم طيب. فراح احمص السمسم كلش هواية بنات. راح احمص السمسم مثل ما تشوفون، حمصه كلش اخليه يصير لونه اسمر يصير اطيب. راح احمصه على الطباخ بهذا الشكل. هسه بنات شوفوا بعده سخن كلش حار، راح اديره مباشرة وين على التمر. شوفوا شلون الدخان مالته يطلع، طاسة يعني تقريبا قلاص من الراشي، وراح اضيف النوب بعد، بس هذا قلاص من الراشي مبدئيا يعني. بهذا الشكل راح ابلش اثرم. تمام، راح اشغل بنات، ما راح تسمعون سوالفي لان راح اشغل الماكينة. هسه راح ابلش اثرم. هسه بنات شوفوا صار عندي بهذا الشكل. اذا تحبونه هيك خشن تكتفون بهاي المرة، بس اذا ما تحبون النوب انعم تقدرون تسوونه انعم، بس انا افضل انه يكون بهذا الشكل لان شوفوا كلش صار ناعم بسهولة نقدر ندعبله. شوفوا بهذا الشكل ولينة طرية كلش، شوفوا شلون طرية كلش طرية وتخبر ريحتها والله العظيم ما احكي لكم، الريحة مالتها تجنن. شوفوا بنات، بس خلي السمسم خليه يصير على لون بني، يعني مو اخليه على ابيض، خليه على لون بني يصير اطيب على مود تطلع الريحة مالته اكثر والدهن مالته يطلع. فشوفوا هسه شلون صار كلش طرية ودسمة. هسه عين راح اشكلها بسهولة. خلص بعد ما اسوي النوب اقدر اضيف للنوب شوية راشي وبس. بنات راح اضيف له شوية راشي بعد، تقدرون انتو تضيفون تقدرون ما تضيفون كيفكم. راح اضيف له نص قلاص تقريبا، بعدين حطينا له قلاص ونص على كيلوين من التمر. راح اخلطه كلش زين ويا الراشي وابلش اشكل. هسه بنات شوفوا صار عندي بهذا الشكل، سويته كلش زين. راح ابلش اشكل. انتو شو الحجم اللي تريدون تسوونه سووه. شوفوا راحت ايدي هيك بسهولة. شوف صار عندي بهذا الشكل. احطها بطبق بسدي هنا. بنات هاي كانوا قبل اهاليتنا قبل واجدادنا هي يدقونه ويا العجوة مالته بهاون على مود بسهولة يقدر يدقونه يخلونه ويا العجوة مالته. بس احنا هسه قمنا نخش بمكينة اروح لنا قمنا نفلسه من العجوة مالته ونسويه بالمكينة. طبعا ما راح يصير طبعا نفس الطعم، اذا يكون بهاون يكون اطيب، طبعا يصير اطيب بكثير. شوفوا البنات بهذا الشكل راح اسويها، راح اكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهسه بنات هاي النتيجة مثل ما تشوفون صار عندي بهذا الشكل كلش حلو. خليتها بهاي العلب على مود راح اسلفنها كل وحدة وحدها على مود اطلع وحدة ياكلونها الاولاد، يعني مو اطلعها كلها وتنشف، لا اخليها كل وحدة وحدها. شوفوا شلون صارت عندي هشة كلش هشة وطيبة. تقدرين تضيفين وياها المكسرات اذا تحبين. كلش طيبة صارت عندي، اتمنى انكم تجربونها. هاي مدقوقة العربية الاصلية كلش طيبة. مدقوقة هاي بنات مدقوقة العراقية بتمر الزاهدي سويناها كلش طيبة، لازم تجربونها لان فعلا
والله العظيم طعمها حيل طيب، يعني كلش طيب. اني لما اكله اتاكد من عندها كلش طيبه، ما انشرها. هسه بنات هاي كلش طيبه، لازم تجربونها. مفيده وصحيه، ومكوناتها ان شاء الله كلها صحيه، ما ضفنا لها اي اضافات مو زينه، ولا ضفنا لها اي زيوت ولا اي شيء مضر. تقدرون هم تحطون وياها المكسرات، كلش طيبه. هسه بنات اذا وصلتم هنا لا تنسوني باللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس. اذا عجبكم الفيديو بنات لا تنسون تدعموني بهاي القناه، واشكر متابعتكم، والى اللقاء بفيديو جديد.